السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف راكم دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو يلقاكم في افضل الاحوال وفي احسنها يا ربي، واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي تحققها ليه والله يسهل عليكم. كيف ما كدعاو معايا حتى انا كندعى معكم، الله يسهل عليكم كاملين يا ربي. وبغيتكم ان شاء الله تعطيونا الراي ديالكم في المحتوى ديال القناه وفي المحتوى ان شاء الله ديال هذا الفيديو هذا. من المنطلق ديالو غيبقاو هكا فيديوهات يجيوكم من خلاله، غادي نبقى نحط لكم روتينات هكا ديالي في الدار. كيفاش كنكون مع وليداتي مثلا هكا، فاش فين كنخرجوا. المهم ان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله بالخياطه هنا البنات بعد ما ساليت الشغلات ديالي، ساليت الامور ديالي. فمع ديك العشرة هكاك ديال الصباح كندخل لاتولي هنايا فين كنخيط، كنشوف شنو عندي مثلا شنو خصني ندير. فبحال مثلا انا هنا حاطه هاد الطروفه كاملين خصني نفصلهم بعد ما عزلتهم لون بلون وقاديت المسائل ديالي. كنقادهم وكناخذ اللون لون واحد كنبدا كنفصل فيه. يعني كناخذ هاد الباترون هذا، هانتوما كما كتشوفوا كناخذ الباترون ديال الصايه مثلا طاي واحد، يعني هاد الطريفات صغارين غادي يخرجوا ليا غير الطاي الاول مثلا اللي غيلبس العام هو اللي غادي يقدروا يخرجوا ليا حتى الطروفه، حيت الطروفه صغارين بزاف. وهانتوما كما كتشوفوا يعني كندير الربع ديال الصايه مثلا، الربع ديالها وكنقلقيهم بالسورجي كيعطوني صايه كامله دايره وكلوش وكل شيء. نقدر ندير 4، نقدر ندير 3 ديال الربوعه على حساب. ها نتوما البنات يعني هاد اللون تبارك الله راه كيخرج ليا. بالنسبه لهاد الطروفه البنات اللي كيسولوني من كتجيبيهم ولا هذا، فهاد الطروفه البنات انا راه كنجيبهم من عند الاخ ديالي بعد ما شاطت، بعد ما فصل الماطله ديالو هو خدا التوب ديالو هذا وفصلها. فهاد الطروفه كيشيطوا عليه كيلوحهم، فانا استغليت الفرصه وخديتهم من عنده. انا كنخرج منهم البيسات هكا، البيسات ديال البنيات يلبسوا بحال هكاك عام 3 سنين عامين. يعني هاد الطروفه هادشي اللي كيقدروا يخرجوا ليا عام وعامين و3 سنين، يعني 3 طايات باش كنخدم في هاد الطروفه هذا. لقيته مشروع اللي مربح، مشروع اللي صراحه كنستافد منه. كيف ما كتشوفوا في البدايات ديالي انا بديت معكم بالسربيته، والحمد لله راه شحال ديال البنات استافدوا منها وخدموا منها وبداوها وداروها كمشاريع، وكاين البنات كاع اللي داروها حتى قنوات. وبارطاجيت معكم بزاف ديال القنوات اللي بداو في مشروع ديال السربيته ومازال حاليا خدامين فيه. يعني هذه كانت بدايات ديال القناه ديالي وبارطاجيتها معكم، والحمد لله وليت كنشوف كاع البنات خدامين. الله يستر ليهم، الله يسهل عليهم يا ربي. غير الحاجه البنات اللي كنقول لكم هو الواحد يعني ما الى لقى ما حسن يزيد يطور راسه. يعني ما يلقاش مثلا ما يبقاش غير في السربيته هاد العام والعام الاخر والعام الاخر. يعني بحال مثلا انايا شنو درت، يعني خدمت بالسربيته لقيت فيها خلات لي شويه ديال الربح، يعني دارت لي راس المال وهكا. وعاوتاني طرقت درت هاد الطروفه كنت كنشريهم ووريتكم من كنشريهم. فاش اقترح عليا الاخ ديالي انه غير غادي له واحد الطروفه هادو، قال لي خذيهم وخدمي بيهم حتى هما كيف ما درتي الطروفه الاولين، خدمي بيهم. فجبتهم وخدمت بيهم البنات. كنطلع بياسه، كنطلع كسيوه هكا كنبيعها ب 50 درهم جمله، 50 درهم. وكنخرج البنات العدد هنا راه اللون الواحد كيقدر يعطيني 60 بياسه في اللون الواحد يا البنات. مهم وكاين فيها الخير والبركه يا البنات. هادشي البيسات ديال البنيات الصغار وهذا، ولا خديتي ولا لقيتي الطروفه ولقيتي منين تاخذي الطروفه، فكنقول لك الله يسهل عليك. وغادي تاخذي البنات الفيديو ديال 3000 درهم قلت لكم صورت 3000 درهم في الفيديو ديال السربيته، وهادشي راه الاضعاف المضاعفه. الله يسهل، الله يسهل على الجميع البنات هنا. يعني هذا المشروع والخياطه والحرفه البنات راه زينه، واخا تكوني ما عرفت شنو واخا تكوني قاري واخا شنو، ضروري خاص تكون عندك الحرفه. والحرفه خاصك تكبريها حتى في بنياتك ووليداتك حتى هما ديري فيهم الحرفه واخا كيقراو، يعني تعلميها حرفه هكاك الناس وهكاك الامهات ديالنا. وهذا شحال كان ضروري خاصك واخا تكون قاريه تكون عندك حرفه. المهم البنات كيف ما كيقولوا الحرفه الا ما غناتك راه تعيشك تهزك
ديرك. المهم هذا راه موضوع اخر البنات. كيف ما كتشوفوا هاني البنات فحال هاد الصايه هذه كتخرجيها منها وريتكم كيفاش تقدري تخيطي من ربوع، يعني كتبقاي تلاقي حتى كدوري صايه. تقدري ديري ربعه ديال الطروفه، ديري 5 على حساب البنات. كيف ما قلت لكم هذا المشروع راه مربح، وريتكم فين كنبيع. يعني في الفيديوهات ديالي فاش كتدخلي راني ضروري ما كتخرجي واحد استفاده، وضروري ما كتستافدي البنات. انايا من ناحيه البيع وهذا كيف ما قلت لكم، وفي الفيديوهات ديالي السابقه اللي كنهضر لكم على البيع وهذا راهني كنبيع مثلا في حاله اذا كنتي مثلا في مدينه صغيره غادي تحاولي تشوفي الاسواق الاسبوعيه ديالك كيف ما كندير انايا. ولا كنتي قريبه لكازا راه كدير كازا. بحال مثلا في رمضان راني دزت كامل كنبيع في كراج علان. المهم البنات هانتوما بعد ما كتفصلي ليه الصايه ديالو راه كتفصلي ليه الصدوره وكتفصلي ليه الكميم وكتفصلي ليه كلشي. يعني هذيك الكسوه كامله مكموله. هذا اللون بوحدو راه خرج لي 70 طاي واحد، يعني هذاك الطرف خرج لي غير طاي وحده. من بعد البنات هانتوما كما كتشوفوا كما قلت لكم مشيت لمنصه الشباب. يعني بعد ما صافي فصلت قاديت الامور ديالي حطيتها خرجت. يعني خاصك تخدمي راكي هكا البنات. الا كنتو عندكم هذا الشيء هذا ديال الوراق وهذا، يعني غتفصلي وتخرجي عاوتاني تقضي امور وحده اخرى خارجه على الدار وخارجه على هذا الشيء ديال الخياطه. هنا توجهت لمنصه الشباب وصورت لكم باش البنات اللي ما عارفيش مثلا منصه الشباب في المدينه ديالها تسولي في المدينه ديالك على منصه الشباب. وعلى مثلا ولا الا ما عرفتيش كاع منصه الشباب كاينه العماله تسولي على قسم العمل الاجتماعي راه غادي ينعتوك فين كاينه منصه الشباب. حيت هذا البروغرام ديال منصه الشباب في كاع الاقاليم وعموها في كاع المدن. هاي البنات منصه الشباب كيديروا فيها بزاف ديال الانشطه. تقدري تعلمي فيها البيروتيك فحال دار الشباب مثلا. شحال هذا كان دار الشباب كتعلمي فيها بزاف ديال الحوايج، وراه دابا داروا منصه الشباب توجهي ليها الاقليم ديالك راه كاين ما يدار. وهنا البنات بعد ما قد عطيتهم الوريقات ديالي سينيت معاهم الكونطرا قاديت الدوسي قلت الدوسي ديالي. المهم دابا كنتسنى غير الفلوس دوز لي ان شاء الله ونبدا الاصلاحات ديال المحل ديالي. وهنا البنات خرجت الوليدات ديالي للبحر ديتهم عامو ولاو كحلين البنات كل ولاو فاخرات. انا وليت معاهم فاخره هاد الايام هادي. بعد ما مشينا للبحر المهم بالنسبه للبحر البنات فانا كنمشي ليه فقط السبت والحد فاش كيكون الزوج ديالي جالس من الخدمه. وهنايا مشينا للبحر ديال الوالديه قريب لينا، وهذه الجره ديال الوالديه البنات هنايا حيت حنا في مدينه سيدي بنور، والوالديه محسوبه على اقليم ديال سيدي بنور واخا بعيده يعني شي 73 كيلومتر كومين. يعني تقدري تمشي ليها وترجعي للدار. فكنديوهم يلعبوا شويه يتبحروا شويه. مهم يدوروا شويه هنايا في الجرده يلعبوا. راكم عارفين ضروري خصك تخرجي الوليدات واخا تكون عندك الخياطه واخا يكون عندك بزاف ديال الامور. الوليدات دابا هما باركين في الدار، يعني خاصك ضروري ديهم يدردكوا شويه يحرقوا ديك الطاقه اللي كتكون فيهم حتى همايا باش هكا يوصلوا للدار ينعسوا عاوتاني. وان شاء الله كيبقاو يتسناو. دابا بحال وليداتي حنا دايرين ليهم السبت والحد فاش كيخرجوا كيبقاو عاوتاني كيتسناو السبت والحد. والسيمانه كنديروا ليهم بروغرام اخر بحال ملي كيمشيو يحفظوا القران بحال هكا. يعني كنلاهيوهم باش ما يبقاوش يبرزطوني مثلا مع الخياطه وهذا. وكيف ما كتشوفوا المهم الجرده ديال الوالديه هاي عامره بزاف البنات. المهم كاينين الناس مخرجين حتى هما الوليدات ديالهم. فانا درت غير هنايا شويه في الجرده. المهم هذه بحال هنايا كيديروا الالعاب ديال الوليدات الصغار. كيديروا هذوك الطوموبيلات الصراحه غاليين دايرين 20 درهم. بحال دابا الوليدات اللي عنده جوج ولا هذا فكتقام غاليه. هنا هاد لابيسين مثلا هنايا 10 دراهم. المهم الا خرجتي في الصيف غير جبدي الفلوس راه ما تخسري خسر. وهنايا عاوتاني دايرين هاد المعارض حتى هما تبارك الله ما شاء الله. اللي تدخلي لها الماعن ولا هذا ما تخرجيش الا ما شريتي شي حاجه. ضروري المعارض هما دايرين اثمنه اللي هي مناسبه جدا جدا بالنسبه للمعنات. هكا كيخفضوا الاثمنه على برا زعما باش يقدروا حتى هما يبيعوا. حيت هنايا كيكون بحال الفونت بريفي. هاد المعارض اللي كيكونوا في
في المدن. ومدينه الوالديه دايرين فيها بزاف ديال المعارض، بزاف ديال المعارض دايرين فيها شي 3 ولا 4 اللي دخلت اليوم هنايا. صورت غير شي شويه بالنسبه للحوايج اي حاجه. ومهم راني دابا شاركت معكم المقتطف ديال النهار كيفاش داز. بغيتكم تخليو لي تعاليق البنات، محتاجه التعاليق ديالكم باش نعرف المحتوى. هكا نبقى نحط لكم، يعني تحمسوني نبقى نحط لكم ان شاء الله فيديوهات هكا فين كنمشي، فين كنخرج مثلا، فين كندي وليداتي هكا. نبقى باش ما نغبرش عليكم صراحه، يعني البنات باش ما نغبرش عليكم وصافي. فاش هكا كنلقى ما نحط لكم بالنسبه للفيديوهات. وهنايا البنات خرجنا مشينا تعشينا، زدنا على الزاويه. والزاويه البنات راه معروفه حتى هي، مدينه الزاويه هي معروفه هكا الشوايه وهذا والكفته. صراحه اللي المدن الاخرين راه هاد الدكاله معروفه بزاف بالشوايه ديالها.